السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، صحيحتكم لاباس، اموركم هانية. مرحبا بكم معايا في القناة ان شاء الله اللي غادي نحاولوا فيها نهضروا بهدوء وبالعقل على مواضيع كتهم حياتنا اليومية، مثلا كيفاش نطوروا راسنا، كيفاش نفكروا مزيان في المال، كيفاش نخططوا لاهدافنا، وكيفاش نعيشوا براحة نفسية بخطوات بسيطة. في هاد القناة ما كاين لا ضغط لا مثالية، غيكون غير واحد النقاش صادق، وكتكون تجارب حقيقية وبعض الافكار ان شاء الله اللي تقدر تعاون اي واحد فينا باش يبدل شي حاجة في حياته ولو بشوية بشوية. اذا كنتي كتقلبي على محتوى هادئ، اذا كنتي باغيه تطوري راسك بلا تعقيد، واذا كنتي كتحبي التخطيط، التنظيم والتفكير في المستقبل، فمرحبا بك عندي. نجي ان شاء الله في المكان الصحيح. ما تنسيش ديري اشتراك في القناة وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد، وإلا عجبك الفيديو ان شاء الله ديري لايك وخلي لي واحد التعليق، حيت كنفرح بزاف فاش كنقرا التعاليق ديالكم وكنجاوب واحد بواحد. دابا سبق وهضرنا في الفيديو اللي قبل على الأهداف وعلى بداية سنة 2026، واليوم بغيت نهضر معاكم على موضوع كيهم بزاف ديال الناس، موضوع كنعيشوه كاملين تقريبا، ولكن قليل فين كنهضروا عليه ولا كنفكروا فيه بعمق. علاش كنبداو شي حاجة بحماس ومن بعد كنحبسو؟ هذا هو الموضوع اللي بغيت نهضر فيه اليوم. دائما في البداية كنكونوا متحمسين بزاف، كنحسوا بريوسنا قادرين نبدلوا كل شيء، كنقولوا دائما هاد العام غيكون مختلف، هاد المرة غادي نكمل. كنديروا بزاف د الحوايج، كنكتبوا الاهداف ديالنا، كنشوفوا فيديوهات تحفيزيه، كنرسموا صور زوينه للمستقبل، ولكن داك الحماس بوحدو راه ما كافيش. من بعد واحد الايام قليله كنرجعوا للروتين ديالنا، كنرجعوا للضغط وكنرجعوا للارهاق، وكنكتشفوا بلي التغيير راه محتاج شويه ديال الوقت، محتاج مجهود، محتاج صبر. وهنا كيبدا الشك، كنبداو نقولوا واش انا ما قادرش، واش المشكل فيا. هادشي راجع لبزاف ديال الاسباب، ماشي غير سبب واحد. السبب الاول واللي كيخلينا نحبسوا هو اننا كنبغيو نبدلو كل شيء مره واحده. كنقولوا نفيق بكري، نمارس الرياضه، نحبس التليفون، نبدل الاكل، يعني نولي ناكل اكل صحي، نركز في خدمتي. وهذا الشيء كامل في نهار واحد، راه الدماغ ديالنا ما كيتقبلش هذا الضغط كامل، كيحس براسو مهدد وكيطلب الرجوع للراحه. ديما الدماغ ديالنا كيبغي يرتاح. فاش كنكثر عليه كثره المواضيع وكثره الاهداف، الدماغ كيحس بواحد الضغط. السبب الثاني هو المثاليه اللي كنشوفو في السوشيال ميديا. حنا بحكم اننا كاين النهار وما طال هو شاد التليفون، داخل مواقع التواصل الاجتماعي، كيشوف الناس في السوشيال ميديا. الناس السوشيال ميديا راه كيبينوا لنا غير المثاليه، كنشوف الناس منظمين، ناجحين، فرحانين، وكنبقاو نقارنوا ريوسنا بيهم. ما كنشوفوش داك التعب اللي كيضربوا، ولا ديك التماره، ولا داك الشك ولا التوقفات، ولا حنا كنشوفوا غير النتيجه. ما كنشوفوش داك الانسان المشاكل اللي داز منها، ما كنشوفوش الضغوطات اللي داز منها، ما كنشوفو. حنا كنشوفوا غير النتيجه. السبب الثالث هو جلد الذات. كنبقى ديما نجلد الذات ديالي وكنبقى نقسى على نفسي. مثلا الا نسيت غير نهار ولا قصرت غير نهار، كنبقى نلوم في راسي، كنبقى نقول انا ما منضبطاش، انا ضعيفه، انا ما غاديش ننجح، انا ما غاديش نكمل، وكنبقى نجلد في الذات ديالي. وهذا الكلام كامل واخا انت كتقولو ما بينك وبين راسك،
راه كيساهم في الحد من ديك الاستمرارية، كيخليكش تكمل. إذن هذه كلها أسباب، وباش نوصل للحل، الحل الحقيقي ماشي في المثالية وماشي في الاستمرارية الصغيرة زعما نبقى نستمر ولا. الحل هو أنني كنبدا خطوة بخطوة، واخا تكون خطوة صغيرة. تقدر ديك الخطوة الصغيرة نتي ما تحسيش بيها، مثلا بغيت نقرا، باغي نقرا واحد الكتاب، نقدر نقرا غير صفحة وحدة من داك الكتاب راها كافية. مثلا بغيت ننظم وقتي، راه غير 10 دقائق تركيز راه انجاز. يعني الا جلست غير واحد 10 دقائق وركزت ونظمت وقتي، غير هذيك 10 دقائق راه انجاز كبير. حيت في الاول كنبدا غير بشويه، ما كنضغطش على راسي، حيت التغيير راه كيوقع بالتراكم. اليوم ندير شويه، غدا ندير شويه، بعدو ندير شويه، ما كيجيش وكيطيح من السما فجأة. كيف ما كنقولوا حنايا قطره بقطره كيحمل الواد. بحال هكا كنبقى غادي نقطه نقطه حتى كنوصل لداك الشيء اللي باغي. كل مره كتبان ليا داك الانجاز اللي كندير راه صغير، ولكن شويه بشويه كيبدا يكبر داك الانجاز وكيبدا يدير الفرق. مثلا الا وقفت شي مره وما استمريتش، ما نعتبروش فشل، بالعكس، الفشل الحقيقي هو نوقف وما نكملش. الا وقفت مثلا وعاودت راجعت راسي، راجعت مثلا الطريقه اللي خدام بيها، بدلت السرعه حيت حنا كنبغيو كلشي يجي بالزربه، راه هذيك الساعه كنكمل. كاين بزاف ديال الناس اللي بداو شي حاجه وتوقفوا، ولكن ملي راجعوا ريوسهم وراجعوا الطريقه اللي هما خدامين بها قدروا يكملوا. ماشي حيت هما تبدلوا، ولكن بدلوا الطريقه باش خدامين. كيف ما سبقت وقلت لكم في الفيديو اللي قبل، ما عمرني نقارن راسي بناس وحدين اخرين. حيت الا بديتي شي حاجه وما كملتيهاش، راه ماشي معناه ان صافي الطريق انتهى. لا، يمكن خاصك تمشي خطوه خطوه، والتغيير راه ما كيجيش بسرعه. التغيير كيحتاج واحد النفس طويل. نتمنى ان شاء الله كل واحد فيكم يحقق كاع داكشي اللي كيتمنى واللي كيوصل ليه وكاع داكشي اللي باغي، ولكن ما تنساوش نواصل العمل ديالي ونمشي خطوه بخطوه. الا وصلتي حتى لهنايا كنقول لك من القلب. الى عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك وتشاركوا مع شي واحد اخر كتحتاجوا انه يسمع هذا الكلام اللي قلت. وما تنساوش تشتركوا في القناه باش